في موضوع الموعظة كذلك يقول الشاعر علال الدداف: يا الإنسان انت بعد غريب وطان وساكن دار غرور، تطلب تسريح باش تغيب والدور لعمرك بصبور. ويا الإنسان مالك تجار في العجنة والطوب والحجار والجير والسيمو والمسمار ومزقنا نصور من الياجور، والدرز اللي يجع اعتبار فاش عيون العباد تحور، والرخام ينيمش وزهار وتساريح الخيط المنشور. وهذا باش يتم الجدار يلي متمتع بالقصور، كل قيت تنادي لك دار في القبور عليها مقهور، مقبوض قياسك والمجهار بين يديك وضربك مجرور، والموت تطوفك كل نهار على الشفير شبر مجهور، وانت تتعبد بالمزمار وتجهز نفسك للفجور، وتسمن جسدك للنار والديدان وظلمة القبور تلعب بيك أفخار العقار والكنز الخافي والمشهور، والقراط على كل أشوار والببور يفات البحور، والوتة تخدم والطيار إلى ما حصلته محقور. هذا ما هو نافع في نهار حيلك على الأحباب حصور، يمتحنك نكير ومنكار شن هو حالك يا مغرور. ويا الإنسان أثرك ما تعلم بالبيت اللي قدامك مظلمي بلاك ما هي فيه، ولغنم تسول عنهم طور بطور، تسول عن كم من درهم من فوق فاحات الفخور. فاش انفقت اللي كنت تلم وعمالك شن هي مغرور، شن هو صومك وصلاتك كم ضيعت من أديان البرور، وزكاتك شن هي وعلى كم يا قفيل تقسم العشور، فوت في عمرك كم وكم تمشي للدبداب المنقور، مستطرب بيه ذاك اليم دليل على نوم البكور، ماسي عنك مو لهم كل نهار تشيد القصور، وتزيد العمال وتخدم وتعمر في البر والبحور، مانك عالم عن ذا عدم يوم ارتحالك للقبور، يقود ذاك ويقسم هذا ينباع وذا منحور، ما تجبر منه ملية فم واللي دونه ما هو مجبور. ويا الإنسان اللي فات أعطاك مول الملك الحي الفكاك، حمدول وراه حمدك ذاك للمولى ما هو حارث غور، لا تغفل عن دينك وياك رزقك فيد الحي القفور، مولانا عند منين انشاك قسم رزقك دور ورا دور، وضمن لك بانه ما ينساك لو عدت في ضيقات القبور، وكل بيك ملوك وكفاك خير واجعل لك بصرك نور، ونعت لك المجاب بدون هاك عن مجبد مكروه ومنكور، وانت تتمنى ذاك وذاك الدور المالي تم حصور، الين يعود الشهود وراك عليك انه كان كركور حفول تواسيه التراك، ساعة موتك قارب مكسور. يا الانسان انت بعد غريب.